السلام عليكم ورحمة الله، وياكم أحمد الربوعي. راح أتكلم حلقة اليوم عن الآيفون 6 ومشكلة الوايرلس. صراحة الآيفون 6 طبعا جهاز ممتاز بكل ما تعنيه الكلمة. قمت بالشراء قبل يومين تقريبا، ووجدت بمشكلة إنه بعد ما أتصل على الوايرلس بالبيت يفصل ويرجع يتصل ويفصل ويرجع يتصل. طبعا ورحت على الشركة اللي مكان اللي يعمل به، أيضا على نفس الراوتر تي بي لينك يفصل ويرجع يتصل. بعد تجربتي على راوتر جينيوس ما فصل، وجربت على راوتر تيندا أيضا ما فصل. طبعا هذه المشكلة بسبب مو الآيفون 6، طبعا هاي المشكلة بسبب الاي او اس 8. هو بمشاكل بالاتصال وبالشبكة أساسا، فالشركة تحاول تنزل تحديثات بين فترة وفترة يعني حتى تتلافى هذه المشاكل والأخطاء، لكن لسوء الحظ لسه ما نزلت تحديث يعني يحل كل هذه المسائل. بعد بحث طويل يعني وجدت حل لهذه المشكلة، بحثت بالمواقع الأوروبية والإنجليزية إلى آخره، ولقيت حل لهذه المشكلة. طبعا المشكلة بس مع راوترات التي بي لينك القديمة، فراح أراكم بهذا الفيديو شلون راح نحل هذه العملية، وإن شاء الله ما يصير لكم أي مشاكل بالراوتر. تابعوني في هذا الفيديو. طبعا بعد ما هذه العملية تحتاج إلى الدخول إلى راوتر التي بي لينك. بالبداية راح نضغط على الشبكة اللي متصلين بها، كليك يمينية، وبعدين Open Network and Sharing Center. راح نفوت على الكونكشنز، نضغط كليك، بعدين نفوت على الديتيلز. راح نشوف الاي بي 4 هذا الديفولت جيت واي. طبعا هذا 192.168.3.3. بإمكانكم هذه العملية السهلة، أو بإمكانك نفوت على الستارت وتكتب على السي ام دي، تكتب اي بي config ويطلع لك هذا المكان. عموما هو واحد هذا الراوتر. حتى تفوت على الراوتر راح افوت على الراوتر بعد ما كتبته بصفحة انترنت، راح يفتح عندي بهذه الطريقة الراوتر. العملية سهلة جدا، بس تتابع يحتاج شوية دقة. تفوت على الوايرلس. هذه العملية تتم من خلال هذا المكان. بعد ما فت على وايرلس سيتنجز، إعدادات الوايرلس. هذا أول شي تفوت على الشانل وتخليه على رقم 1. ثاني شي على تفوت على هذا المود، تغيره إلى تخليه 11 جي أونلي، وبعدها على 20 هرتز. هو أخذ حاليا 20 هرتز، وبعدها تفوت على انتهى الموضوع لهنا. تضغط على سيف. طبعا بالنسبة للراوترات الأقدم الشانل هذه يعني تكون محطوطة مثلا على 40 هرتز أو كذا على آخرين، تخليها على 20 هرتز، وهذه اتركها مثل ما هي. راح نضغط على سيف. راح يطلب انه يقوم بعمل ريستارت للراوتر. ما عندنا مشكلة. هذا الخيار اللي غيرناها، رقم 1 خلينا الشانل، وهذا خلينا المود 11 جي اونلي. ومثل ما ذكرت لكم اللي عنده هاي 40 هرتز يخليها الشانل، يخليها 20، ويضغط كليك هير. راح يسوي ريبوت، راح يرست الراوتر. نضغط اوكي. طبعا بعد ما يعمل ريستارت الراوتر يتم حل هذه المشكلة بإذن الله. طبعا سؤال بعض الناس انه لازم اروح كل مكان اسوي هذه العملية. لا، هذه العملية بس مع الراوترات القديمة. يعني اكيد لما تروح مكان انت راح يكون يعني راوتر جديد او كذا، وان شاء الله ما تحتاج هذه الطريقة. لكن هاي العملية اذا كان عندك راوتر قديم بالبيت او بالمكان اللي تعمل به بس تسويها بهذه الطريقة. اي استفسار انا حاضر. اخوكم احمد الربوعي. قناتي على اليوتيوب المحترف العراقي احمد الربوعي، وعلى الفيسبوك المحترف العراقي احمد الربوعي. وشكرا لكم.